في يوم من الأيام كان في شاب اسمه سامي مسافر من القاهرة لأسيوط عشان يزور عيلته. كان الطريق طويل ومعروف إنه معزول، بس سامي ما كانش خايف لأنه كان متعود على السفر لوحده. بدأت رحلته في وقت متأخر من الليل، وكان الطريق فاضي والجو هادي. سامي كان سواق كويس وبيحب يسوق بسرعة كأن الطريق ملكه. ومع مرور الوقت بدأت العتمة تكبر في الطريق والضباب ظهر، وده زاد من الإحساس بالوحدة. في لحظة معينة لما سامي شاف الطريق قدامه ضباب ثقيل، حس بحاجة غريبة بتحصل حواليه، لكن قرر يكمل. فجأة وهو ماشي في الطريق لقى عربية قدامه وقفت على جنب. كانت عربية قديمة لونها باهت وفقداه لمستها، وكان في شخص واقف قدامها. سامي قرر يقف ويسأل لو في مشكلة. لما قرب شاف إن الشخص كان لابس زي قديم ووشه مش واضح تماما. في حاجة يا عم؟ قال سامي وهو بيبص عليه. الشخص رد بصوت ضعيف وقال: عايز أروح بس لو سمحت، الطريق ده كله مخيف. سامي رغم إنه حس بشوية خوف قرر يساعده. قال له: مفيش مشكلة، هركبك لحد أقرب محطة بنزين، الطريق مش آمن. ركب الشخص في العربية وقعدوا في صمت، وكان الطريق ضيق جدا، وكل ما كانوا يمشوا أكتر الضباب كان بيزيد. فجأة سامي لاحظ إنه مش شايف الطريق كويس زي الأول. حاول يتكلم مع الراكب لكن مفيش رد. لما بص عليه اكتشف إنه الشخص اختفى فجأة. وقف سامي بسرعة، قلبه كان بيدق بسرعة، وكل ما حاول يفكر شعر بحاجة غريبة. قرر يرجع بسرعة لمحطة بنزين قريبة. وصل هناك وكل شيء كان مظلم، حتى المكان ما كانش فيه حد. سامي خرج من العربية وهو مش مصدق اللي حصل. وهو بيقف قدام المحطة شاف لفتة مكتوب عليها نهاية الطريق، وحس فجأة إن الطريق ده مش طبيعي وكأن في شيء غريب بيربطه. بعدها سامي مشي شوية لحد ما لقى سيارة تانية جاية، وعرف إنه مش لوحده في الطريق ده. لكن كل شيء كان غريب ومفيش تفسير ليه. أيام كتير عدت وسامي نحكيش لأحد عن اللي شافه، لكن في الليل لما يبص للشارع قدامه دايما يحس بوجوده، كأن